ان في طاقة الشخص دوت عنده طاقة تخيل وتفكير فيكي، في شكلك، في كلامك، في اسلوبك. الشخص ده في طاقة انبهار بيكي، حاسس ان الشخص دوت من وقت ما انت بعدت عنه او من وقت ما انت سبتيه، وهو حاسس ان حياته مش ماشية وان حياته ناقصة وان حياته متوقفة عليكي. الشخص ده فكر ان هو ممكن يقدر يخليكي تعرفي قيمة غيابه بان هو يبعد وان هو ينهي العلاقة او ان هو يتغير معاكي، لان واضح ان الشخص ده شخص بيحب ان هو يفرض سيطرته في العلاقة. شخص نرجسي بيحب هو اللي يكون بيقود العلاقة وهو المتحكم في العلاقة دي، لأنه واضح ان الشخص ده بيغير عليكي جدا، بيشوف ان يقدر اي حد ان يوصل لقلبك لانك انت حد جميل. مش بس كده، انت كمان ستايل برستيج شيك، شايفك كمان في الطاقة بتاعتك انك انت طريقتك، معاملتك، كمان شكلك، مظهرك، كل ده بيخلي العيون دايما عليكي. كمان الشخص ده بيخاف عليكي ان مثلا حد يقرب منك، ان حد يقدر ان هو ياخد مكانه في حياتك. الشخص ده عنده طاقة حب ومشاعر عميقة معاك في العلاقة دي، ودايما محتاج لك الشخص ده، ودايما لما بتغيبي عنه او بتكونوا قاطعين مع بعض او بتكونوا زعلانين زي الوقت الحالي او العلاقة ما بينكم فيها برود، بيحس ان هو منطفي، بيحس مش هو الشخص اللي بيكون عنده نفس الطاقة والشغف والإحساس بالتفاؤل والسعادة اللي بيحسه معاكي. الشخص ده بيحس بالسعادة والفرحة وإن هو يعني مبسوط وانتي جنبه. الشخص ده بيحس بالاكتفاء معاكي جدا، وبيشوف انك انتي اكتر انسانة مميزة دخلت حياته، اكتر واحدة هو حبها وتعلق بيها جدا. الشخص دوت حاسس ان هو غلط في حقك قوي، يمكن قال كلام ضايقك، يمكن بالفعل اهماله ليكي خلاكي زعلتي او بعدتي او سبتي العلاقة معاه، او هو حاسس انك انت بالفعل في طاقة صمت وفي طاقة انعزال او اختفاء لانك مش عايزة تزعجيه بوجودك في حياته من تاني. بشوف انك قدرتي تحرمي الشخص ده من وجودك في حياته، ولكن الشخص ده تعبان جدا من غيرك، وشايفاه ان هو راجعلك بطاقة حب، بطاقة يعني هزيمة. الشخص ده هيرجعلك مظلول، هيرجعلك وهو بيتمنى عودتك لحياته. الشخص ده بيحبك ومش عايز حد في حياته غيرك انتي، مش عايز حد يكمل معاه يعني العلاقة او يكمل معاه مسيرته غيرك انتي. ممكن يكون بالشخص ده بالفعل بيراقبك على الميديا، بيشوفك في مكان عمل، او بالفعل لو العلاقة دي فيها بلوكات هو عايز يرجعلك بقوة لانه مشتاق لك جدا 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 ومش مستعد ان يكون في علاقة مع حد غيرك.